سلام للجميع. جاءت فيديو جديد ووصفة خفيفة وظريفة غير في المقلة فقط. قبل بداية الفيديو ما تنسوا تصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كما قلت لكم وصفة سهلة وسريعة، يعني غير في المقلة، كل شيء راح طيبيه في المقلة. هذه هي كانت وصفتنا نهار اليوم، راح تشوفوها وتنال إعجابكم إن شاء الله. كانت جد بسيطة وسهلة والطعم تاعها ما شاء الله، راح تجربوها واكيد تنال إعجابكم. ما فيها الحم وما فيها ولا إمكانيات تكون كبيرة. وش نحتاج هنا في الوصفة؟ نحتاج 4 حبات بطاطا نبشطوها وراح نقطعها بمكعبات تكون صغيرة. راح ندير لها الملح. من جهة ثانية راني نسخن في المقلة تاعي تكون سخونة. راح نقلي هذه الحبات البطاطا، نقليها في الزيت مباشرة بعد ما نقطعها ونملحها. هنا يخلي البطاطا تاعي طيب. ومن جهة ثانية راح نقطع 2 حبيبات تاع طماطم ونسكرفج عليها 3 فصوص من الثوم، ندير عليها مغرفة زيت وندير الملح، ندير عليها شوية ملح كما قلت لكم، فلفل كحل، نقليها مليح حتى تذبل لي هذيك الطماطم وتخرج لي هذيك الصوص وتنسجم مع بعضها كل هذاك الصوص، ونطفي عليها. يعني هنايا من جهة ثانية شوف هنا البصل اذا تحبيه انا نحبه كما نقول حنايا حي البصل، واذا حبيتي ما تحبيش البصل يكون كيما هكا ديريه شرائح شرائح وقليه في شوية زيت، ومن بعد ديريه مع هذيك البطاطا. انا من الاحسن انك ديريه مع البطاطا هي سخونة باش يعطيك هذيك النكهة. ومن بعد شو راح نجيب بعد ما كملت هذيك البطاطا كامل، درت لها كما قلت لكم البصل، واذا حابه يضيف الزيتون، واذا حابه تضيف الدبشه، واذا عندك اللحم تقدري سكالوب يعني تقدري تشوطيه وتقطعيه مكعبات صغيره كيف البطاطا. من جهه ثانيه هنا عندي بطاطا ياغورت طبيعي يعني نص علبه تقريبا 2 مغارف، درت عليه 3 حبات 3 حبات بيض. نحتاج كمية من الفرماج المبشور، ندير عليها رشة ملح ورشة فلفل كحل. يعني تقدري تضيفي فيها هذه الوصفة، يعني تضيفي فيها أشياء أخرى، تقدري ديري دنجال مقلي تضيفيها. المهم بعد ما خلطت هذيك البيض والفرماج خلطتهم مع بعضهم مليح. ومن جهة ثانية نجيب هذاك الصوص تكون طيب وما نقصه حتى شيء، يعني طيبته على يعني على مستوى كامل. ومن بعد راح نخلط كل شيء مع بعضه كما راكم تشوفون. نخلط كما قلت لكم، اذا حبيتوا ديروا زيتون اخضر ضيفوا الدبشه، ضيفوا كما قلت لكم حبيتوا تحبطوا تفرغيه من هذاك الزيت وتضيفيها مع هذه المكونات، ولا صدر دجاج تكوني مشوطاته مليح مليح في المقله معها شويه زيت وتبلي هذاك اللحم. ومن بعد راح نضيف هذاك الخليط هذاك تاع البيض والياغورت الطبيعي. تقدري ياغورت الطبيعي تقدري تستغني عليه، ديري في بلاصته يا اما كريم فريش ولا زيدي حبه اخرى بيض، يعني ديري 4 بيضات حسب الكميه الموجوده. ممكن كي درت كميه كبيره ممكن تحتاجي اكثر. يعني في نفس المقله يعني صفيت هذاك الزيت وراح نخلط كما قلت لكم خلطت كل شيء، ونقص النار نقصها تماما ونفرشها بهذه الطريقة ونغطيها، يعني باش يطيب على هواها كل شيء، يعني باش يطيب لي البيض يعني من الفوق الوسط كل شيء يعني يطيب لي. هنايا بعد تقريبا مرت 8 دقائق على نار هادية شفت هنايا البيض طاب لي كل شيء. راح نقلبها يعني نقلبها يعني لازم تكون المقلة ما تتلصق لك شيء. هاكا ماكم تشوفوا هنايا ما شاء الله ما لصقت ما والو. ونعاود نقلبها يعني قيس ما تحمر لي من الفوق فقط. نقلبها بعد نقلبها بعد ما نكون نشوفها بلي انا خلاص هي طابت، نقلبها على الوجه تاعها كيما اذا عندك هنا شويه فرماج زينه شويه فرماج شويه دبشه. انا حبيتها تكون اقتصاديه
وسهلة وسريعة. هذه كانت عشاية بالبارح ما شاء الله هزتني، والحمد لله على الاقتصاد والبساطة. يعني تجي فيها بنة ما شاء الله، صدقوني وحدة البنة وذاك اللبسة اللي يعطيها بنة خاصة. ان شاء الله تعجبكم الطريقة والفكرة. ما علي ان شاء الله نقول لكم فيديو جديد ووصفة جديدة، والى اللقاء.